كيك سريعة جدا وبسيطة، بس الطعم في النهاية ما حصلش. مش ممكن تعملي الكيك ده وتستغني عنه. حقيقة أنا بحبها وكنت مبسوطة بيها جدا وأنا باكلها. تعالوا هسيب المقادير جوه صندوق الوصفة، هنقولها مع بعض. مكونات بسيطة. عايزة أقول في البداية، لو أول مرة بتزوروا القناة وعجبكم الفيديو اعملوا اشتراك وتابعوني على صفحتي على الفيس وقناتي التانية، هسيب اللينك بتاعهم جوه صندوق الوصف. يلا بينا ندخل على أجمل وأسهل كيك ممكن تعمليه في ثواني، في 10 دقايق بالظبط. هنستخدم كوكيز اللي هو البسكويت او بسكوت اللوتس المتواجد عندي، هشتغل عليه. لو ما عندكيش البسكوت ده تقدري تستخدمي اي نوع بسكويت سادة خالص، اي نوع. وهاخد كيس بالشكل اللي انتوا شايفينه، هنزل بيه في اي حاجة عندي، هطحنه اخليه بودر. لو ما عندكيش اي مكنة تشتغلي عليها اطحنيه كده باي حاجة، حتى لو بالكوباية. تمام. المهم في النهاية عايزاه يبقى ناعم كأنه دقيق، ما بياخدش دقيقة جوه الخلاط. انا استخدمت الخلاط على طول عشان يعني اوفر ليكم، وتبقى طريقة سهلة لكل ست بيت ممكن تقدر تعمله. هستخدم الزبدة، هسيح الزبدة وهنزل بيها عليه. تقدر لو مش حابة زبدة تقدر تستخدمي اي نوع من الدهون اللي انت بتحبيها. اذا كان اسمه جوز الهند عايزة اقول. بعد ما سيحت الزبدة هنزل بيها جوه الخلاط، وبرضه هشغلها حوالي 5-6 ثواني بعد ما نزلت بيها بالزبدة، بحيث ان القوام بعد ما تحط يبقى عامل زي الرمل. اما انزل عليه بالزبدة عايزة القوام يلم شوية، عشان لما اجي انزل بيه في الصينية يفرد معايا بسرعة. شايفين؟ يعني عمل زي تكتلات كده، جمد معايا بالشكل ده، اقدر ان انا احطه جوه الصينية وافرده. هنا حطيت ورقة زبدة من تحت عشان تسهل عليا لما اجي اشيلها على طول، من غير ما اقول بقى استكت جوه والحركات دي، فدي تبقى سهلة عشان تطلع منك مرة واحدة. هوزع الخليط كله في القاع من تحت، وبعدين هوزعه من الجناب على فوق، على القطر كله بتاع الصينية اللي هشتغل عليها بالشكل ده. شايفين عامل ازاي؟ حقيقي تبارك الله. انا دخلتها التلاجة على فكرة 10 دقايق، بحيث ان هي تجمد شوية على ما اشتغل في الحاجات او الحشوة اللي هشتغل بيها مع بعض. هستخدم البيض، هفصل الصفار عن البيض وهضرب كل جزء لوحده، وهضيف كل جزء بالمكونات اللي هتشوفوها معايا. بس اول خطوة كده عشان نبقى مع بعض، طريقة سهلة وبسيطة. استخدمت البيض، فصلت الصفار عن البيض. هاخد هنا البياض وهضربه بالمضرب او اي حاجة بحيث عايزاه يبقى زي الكريمة، وهضيف عليه سكر بودر. السكر البودر مهم عشان يعمل ملت بسرعة، يسيح بسرعة، يدوب بسرعة، عايزة اقول يعني جوه البيض. وده القوام اللي انا عايزاه بالظبط، ان هو يبقى عامل زي الكريمة، زي الايسك متماسك. وهركنهم على جنب. هاخد بقى البياض الصفار اللي اشتغلت عليه، هعمل مع نفس الشيء، وهضيف برضو عليه جزء من السكر. انا ما حطيتش سكر كتير. انا كمية السكر اللي هوزعها على الكيك قسمتها نصين، نص على البياض والنص على الصفار. هشغل المضرب عليها بالشكل اللي انتوا شفتوه لحد ما لونها يتغير ويبقى فاتح، يبقى كريمي بالشكل ده. هنا بقى هبقى عندي مسيحة شوكولاتة او عاملة صوص شوكولاتة. المناسب ليكي اعمليه زي ما يعجبك، يا صوص شوكولاتة او اللي هو الشوكولاتة العادية انتي مسيحاها شوكليت شيبس واتيفر، زي ما يعجبك. وهنزل بسيط جزء جزء هنا على بياض اسمه عفوا صفاري البيض، وهقلب بسيط. هنزل شويه بشويه بس عشان احافظ على الارتفاع، تبقى هشه ما تبقاش مكتومه، يبقى طعمها حلو. وبعدين هنزل بالخليط بقى كله مره واحده، شويه ورا التانية، وابتدي بالراحه احرك بسيط بالمضرب بتاعي، بحيث ان القوام كده يبقى حلو. ولما اجي انزل بيه ما يبقاش فيه تكتلات، يبقى كله متجانس مع بعض. هبتدي اخد البياض اللي اشتغلنا عليه وانزل عليه على الخليط جزء بجزء لحد ما اخلص الكمية كلها، يبقى كله قوام واحد وكله خلاص يعني تجانس مع بعض. هنا بعد ما جبت شوية ودخلتها التلاجة، هنزل بيها هنا، هنزل بالخليط عليها في النص بالشكل اللي انتوا شايفينه. القوام حلو قوي قوي قوي، الطعم جميل جدا. عايزه اقول انا نسيت اقول لكم حاجه، سامحوني. حطيت هنا ريحه الفانيليا، تقدري تستخدمي الفانيليا بال اسمه ايه اللي هو القرفه، زي ما يعجبك. الفانيليا نزلت بيها على ال... الشوكولاته. ووزع الشوكولاته بالشكل ده،
وتأكدي كويس جدا ان مفيش هوا فيه، عشان يبقى كله نازل في القاع من تحت وموزعها حوالين الجناب، عشان لما تقطعيها يطلع الجزء كده متماسك شكله حلو قوي قوي قوي. السكينة وهي بتقطع يعني كأني بتعزف. هضربها كده كام ضربة كده اوجع لها قلبها شوية، وادخلها الفرن حوالي 10 دقايق بالظبط. الفرن يكون يا جماعة سخن، يعني تكوني مسخنها قبلها بنص ساعة. وبعد ما بتطلع بقى وتسيبها تبرد شوية، بتروحي نازلة بقى عليها بالهو اي صوص بقى من فوق. عايزه كراميل احط، عايزه ايسنج اللي هو الفانيليا حطي. عايزه، انا حبيت يعني ابدع، انا وولادي يقولوا لي حطي ده احط، اعمل ده اعمل. فتنزلي كده بقى بالصوص. عملت خطوط، جبت الورق الزبده، عملت قرطاس بدل ما اجيب اللي هو القرطاس البلاستيك ده والحركات دي. رحت جبت اللي هو الورق الزبده، اوفر واسهل واسرع يعني، وترمي على طول من غير وقت. وعملت شكلي ده على شكل شبابيك او شبكة حاجة زي كده، مش عارفة بتسموها ايه. هبتدي ارش من على وشها بسيط من الكاكاو عشان ابني مجنون كاكاو. هنزل عليها كده بسيط كده من الكاكاو اللي هو المحلى. لو مش عايزه تحطي ما تحطيش، هي خلصت خلاص. شكلها حلو، تقدري تستغني عن الخطوط اللي عملناها من فوق. ده مش اكتر يعني هو عايزه اقول تزيين. ممكن تحطي شوكولاته مبشوره، قطع من الشوكولاته، اي نوع حلو انت بتحبيه، اي تزيين انت بتحبيه، سبارينكلز، اي حاجه انت عايزاها حطيها عشان الولاد. انا وزعت اللي هو الكاكاو المحلى من فوق عشان ابني قال لي رشي كده كاكاو. قلت له طب ارش سكر بودره بتريق يعني بهزر معاه. راح قايل لي لا انا عايز كاكاو. وده شكلها في النهايه. بصوا القوام عامل ازاي، بصوا من جوه عامل زي شوكولاته، كانك بتاكلي شوكولاته يعني خام. وكسرت بسيط كان عندي شوكولاته حطها في زيبلاك جوه التلاجة، لفت اوفر مكسره، قلت والله احطها دلوقتي اخليهم ياكلوها يعني عشان استخدمها. ووزعتها بالشكل ده بدون دقيق، ما خدتش اي شغل خالص. الناس اللي هتقول اللوتس غالي، استبدليه باي نوع كوكيز، او عايز اقول عفوا اللي هو اسمه ايه، البسكوت الساده ده اللي متواجد عندكم انتوا عارفين ايه النوع كويس. انا ما اعرفش ايه بالظبط عشان اقول لكم عليه، بس يعني اي نوع ساده يمشي. وده شكله النهائي. حقيقي كانت تبارك الله عملت كتير توزع، يعني العيله والضيوف كمان ياخدوا منها. اللي بياخد قطعه واحده بيحس ان هو اكل فيل حقيقي من جمالها. حقيقي مشبعة جدا، جميلة قوي قوي، ما تشبعيش منها. تعمليها في البرد ده بتدفي وبتدي طاقة هايلة. الشوكة بتنزل فيها ما حصلتش، بتنزل كأنك بتقطعي كده، مش عارفة يعني حقيقي مش عارفة اوصف جمالها. انجوي. دي كانت طريقتنا. لو اول مرة بزوروا القناة وعجبكم الفيديو اعملوا اشتراك وتابعوني على قناتي التانية وصفحتي على الفيس، هسيب اللينك بتاعها جوه صندوق الوصف. انجوي يا جماعة، كان معاكم حبيبة. هسيب المقادير جوه صندوق الوصف. انا قلت معاكم كل المكونات، المقادير بسيطة جدا زي ما قلنا. دي كانت الطريقة بتاعتنا. انجوي يا جماعة، خطيرة تبارك الله.